اجي تسمعش ديك اللي تيقول لك الليبي خونا والتونسي خونا والمصري خونا والجزائري خونا تيقول كاع حنا خوت. اجي تسمعش اسمع شنو واقع. فلازم تستغل كل مميزات قبل العيوب زي ما حصل عندنا في مصر. فعلا في بعض المواقف ما تبصلهاش من ناحيه واحده بس، لازم تبص لها بمميزاتها وعيوبها، والا هينفعك في الموقف ده والا هيضرك في الموقف ده. واخد بالك يا محمد؟ يعني الموقف ده لازم يستغل كويس جدا. اللي هو ايه؟ اللي هو يا محمد ان الارض دي ارضكم والارض دي محدش ياخدها منكم. واخد بالك؟ جات لك الفرصه انك تقول كده تضيعها منك. وضح لك ده يلا وضح لك ده النقطه الاخيره عشان نتكلم بقى. فهموه por favor, oye. Cuando tiene se comen y están disfrutando de 4x4. No es lógico, tienes razón. ترجم لك السؤال اللي قال قال له سووا له كم تكاليف ميزانية الميروسو سنويا. قال له ب 60 مليون. نحن ميزانيتنا كلاجئين لا تتعدى 15 مليون سنويا، وهذا كل عام بضغوطات. دي النقطة الأخيرة كنت عايز أنا حضرتك فيها. دي النقطة اللي حضرتك عايز أشفى مع إذنكم. على فكرة يا سيد عايز أقول لك حاجة مهمة جدا. الله أعلم أنتوا تدروها ولا ما تدروهاش أو قريتوا في التاريخ أو قريتوا في قرينا في التاريخ. أهم نقطة المنورس دي لازم حضرتك تبص لها إنها ميزة ليك مش عيب. عارف ليه حضرتك؟ لأن المنورس إن لم يتم إنشاءها في الصحراء الغربية ده معناه عدم وجود حق للبوليساريو، إنما إنشاء سمعتي بودنك دابا. ودا شوف، وهذا من الجيش، هذا من القاده ديال الجيش. هذا الجيش المصري شوف شنو تيقول، شوف الخطط اللي تيعطيو والدراسات العسكريه وتيتلمد العصابات على يدو. وهذا المصري شديك المصري اللي تيبكي وتيقول لك مشيتو اتفاقيه عسكريه مع اثيوبيا. حنا احرار نديروا اتفاقيه مع من ما بغينا نديروا يدينا في يد الشيطان، حنا في يد اسرائيل كاع. نتوما اسرائيل ماشي مزوجه بكم، اللهم حتى حنا تشوفوا غير ديالكم، نتوما تشوفوش ديال الناس طول عمركم بكاين. شوف من الاخر ما كاين لا خاوه لا والو، كل خو راسو من الاخر. انا بعد هذه النظريه ديالي، كل خو راسو.